بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم كيكة لوز، أحسن كيكة هشة وطرية وجميلة وطعمها تحفة، وكل مكوناتها موجودة في البيت بأبسط المكونات. يلا نبدأ ونقول بسم الله. أنا بعتذر الأول عن صوتي، معلش تعبانة شوية. معانا المكونات بتاعتها سهلة وبسيطة. معانا 3 موز، هنستخدم 2 في الأول وواحدة هقولكوا هنعمل بيها ايه بعدين. ومعانا 1 1/4 كوباية من الدقيق، 3/4 كوباية زيت على سمنة أو زيت أو الزبدة على سمنة، ومعانا كيس بيكنج باودر وفانيليا. تمام. وهنحط عليهم شعرة ملح، دي أساسي بتظبط الكيكة أو أي معجنات بتفرق في الطعم. زي ما قلتلكوا معانا 3/4 كوباية من الزيت أو السمنة، ممكن زبدة على سمنة أو زبدة على زيت أو سمنة على زيت. ومعانا 2 موز اهوت، والتالتة مش هنستخدمها بقى بعدين أقولكوا 3 بيضات. ومعانا كاكاو هناخد منهم 4 معالق، ومعانا كوباية من الحليب وكوباية من السكر، كلهم بنفس الكوب المعياري، حتى الدقيق بنفس الكوب المعياري. تمام. بعتذر عن صوتي تاني، معلش. معانا الخلاط هنحط فيه ال3 بيضات. تمام كده. صل على النبي واذكر الله، قولي لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام كده. هنحط بقى معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر، المتاح عندك حطيه. تمام، عشان تضيع زفرة البيض. لا إله إلا الله. بعد كده هنحط 3/4 المادة الدهنية، 3/4 كوباية اللي هي 250 مللي الكوباية المعيارية، ومعايا كوباية حليب بنفس الكوب المعياري، كلهم ساعة 250 مللي. تمام كده يا حبايب قلبي. صلى على النبي، قولي لا إله إلا الله. معانا كوباية من السكر السنترفيش العادي. دلوقتي هنحط ال4 معالق من الكاكاو الخام أو المحلى، المتاح عندك حطيه. يا والله كيكة جميلة جميلة، تحسي إن انتي بتاكلي كده تورتة أو جاتو. جربيها بإذن الله هتدعيلي. تمام كده. دلوقتي هنحط أول قطعة كيك وهوز، وهنحط التانية. التالتة دي بقى هنستخدمها بعدين، هقولكوا هنستخدمها فين. هنضرب في الخلاط. بعد كده هنحط الكيس بيكنج باودر على الكوباية وربع دقيق. هنقلب كويس. واحنا كنا حطينا ذرة ملح لو تفتكروا، بتظبط المعجنات جدا جدا. بعد كده هنحط عليهم المكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط، اللي هي عبارة عن 3 بيضات، 2 موز، 3/4 كوباية زيت على سمنة أو نص كوباية، ممكن تتحكمي في 3/4 أو نص. تمام. إيه اللهم صل على النبي. بتقلبها كده كويس أهو، قلبناها كويس أوي مع بعض. تمام كده. قلبها كويس جدا جدا جدا. وحطينا في الخلاط زي ما قلنا كوباية من الحليب، كوباية من السكر، كله بالكوب المعياري. معانا صينية متبطنة بالكاكاو والسمنة أو بالكاكاو والزيت، ممكن تبطنها دقيق، بس عشان هي كيكة شوكولاتة يفضل إن انت تبطنيها بالكاكاو. الله أكبر، الله أعلى وأعظم. تمام كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي بتسويها في الصينية كده، وتخبط الصينية خبطتين 3. احنا في الوقت ده قبل ما نجهز الكيكة بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180، بنحطها على الرف الوسطاني لمدة نص ساعة. دلوقتي بقى على ما تعمل في الفرن هنعمل الصوص الجميل اللي احنا هنحطه عليها. عبارة عن معلقتين كاكاو خام برضو أو محلى، متاح عندك حطيه. ومعايا نص كوباية من الحليب
نص كوباية من السكر ومعلقة زبدة. تمام كده، كله بنفس الكوب المعياري، ومعلقتين من الزيت. تمام. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو، ياريت تحط لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشوية فانيليا نص معلقة صغيرة. وهنحط الكيكة الهوز التالتة بقى، بتقلب طعم الصوص يا جماعة، بيبقى صوص شوكولاتة طعمه قريب. معلش بعتذر عن صوتي اهوت. هنضربه كويس جدا ونفضيه في طبق زي ما انتوا شايفين. شوفوا قد ايه تقيل وجميل خطير. ولو انت بتحبي القهوة ممكن تحطي معلقة قهوة سريعة الذوبان، هتديله طعم غني جدا لو بتحبي الشوكولاتة أوي يعني. بس انا ما حطيتش، هو كان جميل جدا وطعمه بسم الله ما شاء الله. احلى صوص ممكن تعمليه لاي طرد. تمام. شوفوا قد ايه تقيل وقوامه تقيل وجميل. يا ريت تحط لايك عشان الفيديو اترفع. الكيكه طلعت يا جماعه، شايفين قد ايه جميله. شوفوا وهشه وطريه، واختبرناها بالسكينه او بخل عندك، مفيش اي حاجه طلعت فيها نضيفه كده بقى. شوفوا قد ايه طريه جميله. هناخدها بقى ونقلبها على طبق عشان نزينها مع بعض. شوفوا الارتفاع بتاعها طريه جدا 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 وهشه اهو. بنخرمها كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه او باي حاجه عندك، وتحطي عليها الصوص اللي احنا عاملينه في الخلاط. هتحسي ان انت بتاكلي كده هوز او قطعه جاتو. على فكره ممكن تزينيها تورتايه، تقسميها وتحشيها كريم شانتيه وتعمليها لاي عيد ميلاد او اي مناسبه عندك. شايفين الصوص يا جماعه جميل ازاي وبينزل عليها تحفه. بصوا انا قدام الشوكولاته ما بقدرش اتحمل، جميله جدا جدا وكانت لذيذه، وطالما جربيها مش هتندمي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه سيدنا محمد الوزير القاتل وتركة الهدى. تمام كده. وانا بوري المقطع ده بوريكوا تاني قد ايه هي طريه وهشه، والصوص بيتفرد عليها والصوص لامع جميل جدا جدا. شايفين التزيين ده بقى بتاعك انت. ممكن بقى تزينيها بكريز، تحط عليها شوكولاتة مبشورة، تحط عليها شوية كاكاو كده فوق الوش. بس انا هزينها معاكم بصوص شوكولاتة، او ممكن تسيحي معاه شوكولاتة بيضة وتحطيها على وشها كده زي ما انا هعمل. هتشوفي دلوقتي. ياريت تحط لايك وتعمل اشتراك في القناة. يا الصوص اهوت انا اللي عاملاه. لو عايزاني اعمله لك في فيديو تاني قولي بس، او ممكن شوكولاته بيضه تسيحيها وتحطها على وشه. هو الصوص ده عباره عن 3 معالق لبن بودره ومعلقتين سكر بودر. تمام. ومعلقتين زبده، تضربيهم في الخلاط او في الكب عندك، بيبقوا احلى صوص. وممكن تسيحي شوكولاته بيضه وتحطي على وشها برضو. التزيين ده بقى يرجع لك انت. تمام كده. هنعمل خطوط كده رايح جاي بالمعلقة أو بالشوكة زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطي كريز زي ما قلتلك، ممكن تحطي شوية كاكاو اللي انت حاباه بقى، سيحة شوكولاتة بيضة. تعمل اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل كل جديد أنا بعمله. أو بتمسكي أي حاجة بقى، سكينة، معلقة، ورايح جاي كده أي حاجة لها طرف مدبب أو رايح جاي بتديها شكل جمالي. زي ما قلتلك ممكن تحطي كريز أو ترشي كاكاو. التزيين ده بقى بتاعك انتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين شكلها تحفة وبتلمع وجميلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نخرطها مع بعض ونوريكم قد ايه هي جميلة من جوه وهشة وطرية.
بخرطها معاكم. شايفين قد ايه هشة جميلة جدا جدا. شوفوا طعمها تحفة، ياريت تجربوها، هتعجبكم جدا. يلا مع السلامة.